السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حل مشاكل الماكرو VBA في الإكسل. من معظم المشاكل اللي بتواجه العاملين على ملفات الماكرو وخاصة المبتدئين هي مشكلة Security Risk. Security Risk دي هو هنا مكتوب Microsoft has blocked macros from running because the source of the file is untrusted. يعني بيقول لك إن الملف بتاعك ده غير آمن أو غير موثوق فيه، عشان كده المايكروسوفت عمل له بلوك. طيب المشكلة دي بناء عليها الملف اللي بيحتوي على كواد ماكروز مش بيشتغل. فأول حاجة أنا لازم ألغي مشكلة السكيورتي ريسك عشان أعرف رن الماكرو على ملفات الإكسل وأشتغل بيه عادي. فهنا عشان أعمل الموضوع ده هقفل الملف خالص واروح للملف في المكان اللي انا حافظه، ده الملف بتاعي اللي انا بشتغل عليه، واضغط كليك يمين من قائمة بروبرتيز تحت. هتلاقي عندك حاجة هنا في السكيورتي اسمها unblock. This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. وبقول لك ان الفايل ده ده عبارة عن ملف خارجي جاي من كمبيوتر اخر، وعشان كده اتعمل له بلوك عشان تحمي الكمبيوتر بتاعك. طب انت الملف بتاعك ده لا، الملف سليم ومفيهوش اي مشكلة، هتقوم هتحدد على كلمة unblock وتعمل له apply واوكي. لو فتحت كده الملف هتلاقي كلمة security risk خلاص ما بقتش موجودة. يبقى دي كده السكيورتي ريسك اللي كانت موجودة مش موجودة. هنا مجرد ما تضغط على كلمة enable هتشتغل عادي والماكرو بتاعك هيرن مفيش اي مشكلة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.